أخطر جملة ممكن تسمعوها في حياتكم مش شتيمة، أخطر جملة هي أنت عارف أنا مين. الجملة دي كفيلة لوحدها تكشف أخلاق بني آدم في ثانية. اللي حصل في التجمع الخامس مش مجرد خناقة بين ساكن وفرد أمن، اللي حصل اختبار أخلاق وناس كتير سقطت فيه. راجل واقف قدام واحد بيأدي شغله، وفجأة الموضوع اتحول لضرب وشتيمة وإهانة، ويوصل إنه يدخل بنت الراجل الغلبان في الكلام. استنوا شوفوا بنفسكم اللي حصل. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فلا تنسى قدرة الله عليك. ملكش حق إنك تضرب عامل ضعيف في نهار رمضان أيا كان خطأ. هو احنا بقينا كده ازاي؟ أي خلاف يبقى مبرر إنك تكسر كرامة إنسان؟ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يعني اللي لسانه مؤذي إيمانه فيه مشكلة. القوة مش إنك تعلي صوتك، القوة إنك تمسك نفسك وإنت قادر تأذي. الرجولة مش إنك تقول أنت عارف أنا مين. الرجولة الحقيقية إن الناس تقول عنك ده محترم حتى وهو متعصب. المشكلة مش في كومباوند ولا منطقة راقية، المشكلة في فكرة إن الفلوس أو المكانة تخليك فوق الأدب. لا فلوس بتديك حق تهين، ولا منصب يديك حق تكسر حد. احترام الناس مش اختيار، والأخلاق مش على حسب المزاج. وأي حد شايف إن الشتيمة قوة يبقى محتاج يراجع نفسه قبل ما يراجع غيره. قولولي رأيكم بصراحة، هل بقينا في زمن اللي صوته أعلى هو اللي صح، ولا لسه في ناس مؤمنة إن الأدب هو الأصل؟